الجماد اللي حوالين منك في بيتك بيسمع وبيسجل وبيرد لك الطاقة اللي خزنها فيك أضعاف. الجماد عنده القدرة على تخزين الشفرات الطاقية، بس احنا دايما بنتعامل مع الجمادات على ان هي مادة ميتة، مع ان الحقيقة العلمية والطاقية بتقول ان المادة هي اصلا طاقة مكثفة. فالجماد عنده قدرة رهيبة على امتصاص وتسجيل الترددات اللي بتحصل حواليه. يعني انت مثلا في بيتك الجدران، الهدوم، حتى الساعات والمجوهرات دي عبارة بالظبط زي هارد ديسك، بيسجل كل حاجة بتحصل. فمثلا ممكن يسجل كل خناقة، كل لحظة حزن، كل طاقة خذلان حصلت في المكان. وهديكم مثال هيصدمكم. لو انتي مثلا لابسه خاتم، الخاتم ده ورثتيه عن حد كانت حياته مأساوية او مات بمرض صعب، الخاتم ده مش مجرد قطعة ذهبية انتي ورثتيها زي ما انتي معتقدة، ده الخاتم ده بيكون شايل شفرة المعاناة بتاعت صاحبه القديم. وانتي بلبسك ليه بتسمحي للتردد ده ان هو يدخل في حقلك الطاقي ويأثر كمان على احداث يومك. حاجة كمان او مثال تاني، لما تكون مثلا في يوم لابس لبس معين واليوم ده حصل فيه مشكلة كبيرة او سمعت خبر وحش، كل ما تلبس القطعة دي تاني عقلك الباطن بيستدعي نفس تردد المشكلة او التردد المنخفض ده، فتلاقي ان يومك باظ من غير ما تعرف ليه. وده احنا بنسميه التلوث الطاقي للجماد. والكارثة الأكبر اللي معظمنا بيعملها الكركبة الموروثة، الحاجات اللي انت شايلها للزمن، شنط، كراكيب، أجهزة بايظة، هدوم مستعملة جاية من ناس تانية. انت لما بتدخل بيتك حاجة مستعملة من شخص تاني والشخص ده تبقى طاقته سلبية، انت حرفيا بتدخل فيروس لسيستم حياتك. الجماد بيخزن نوايا أصحابه. فتخيل لو انت رحت اشتريت عفش بيت مستعمل كان فيه مثلا طلاق أو فقر، العفش ده هيفضل يشع طاقة تفكك واحتياج في بيتك الجديد. ليه دايما بقول لكم نظفوا بيوتكم؟ عشان تفتحوا مسارات الرزق. الكركبة بتعمل حاجة اسمها طاقة راكدة، زي بالظبط المية المركونة لما بتعفن. لما الكركبة دي بتسد أركان بيتك هي فعليا بتسد تدفق التجلي في حياتك. مفيش جديد هيدخل طول ما القديم واخد المساحة وشايل شفرات تعطل. وحاجة كمان مهمة لازم ناخد بالنا منها كلنا، وهي الهدايا اللي بتجيلنا. لو جايلك هدية من شخص بيكرهك أو بيحقد عليك، الهدية دي بتكون محملة بنية الحسد أو الضغينة، فوجودها في محيطك بيعمل لك ثقب في هالتك الطاقية. وفي ناس كتير حياتهم اتغيرت 180 درجة لمجرد ان هم اتخلصوا من حاجات قديمة، لوحة، تمثال، فستان. زي بالظبط الناس اللي هي اول ما غيرت علاقتها الحياة فتحت معاها. الحاجات دي بتكون شايلة ذكريات سامة. الوعي هو ان انت تفهم ان كل قطعة حواليك لازم تكون شبه النسخة اللي انت عايز توصل لها. فلو انت عايز تبقى غني، ازاي محتفظ بهدوم مقطعة مثلا عشان تنظف بيها بيتك، او اطباق مكسرة وكوبايات بتشرب وبتاكل فيها؟ ده اسمه وعي فقر. الجماد بيراقب استحقاقك وبيأكده. الجماد بيسجل الكلام. الجدران اللي حوالين منك في بيتك بتمتص طاقة الصوت، فلو بيتك دايما فيه زعيق وفيه شكوى الجدران بتتشبع بالطاقة دي، واي حد هيدخل البيت هيحس ان هو مخنوق ومستنفر. وانت نفسك اكيد دخلت اماكن وحسيت نفس الاحساس ده. عشان كده لازم دايما تطهر المكان بالبخور، بالملح، بالاصوات النقية زي القرآن، بالنية الصافية. دي حاجة ضرورية ومش رفاهية. لازم تبدأ من النهاردة تبص لكل حاجة حواليك وتسأل نفسك سؤال: الحاجة دي بتديني طاقة ولا بتسحب مني؟ الحاجة اللي مش بتفرحك لما تشوفها ومش بتنفعك أو بتفكرك بوجع قديم ارميها فورا بدون أي تفكير وابعدها عن محيطك. حرر مساحتك عشان روحك تعرف تتنفس، عشان الجديد يدخل، عشان تعمل مساحة طاقية جديدة.